السلام عليكم الشعب التونسي الكل. انا اليوم واحده من الشعب، نحب نحكي لكم حكايتي كلها من اعجز كذاب، خاطر بالحق شي يقهر في البلاد هذيا، ما عادش تلقى صوتك جمله في البلاد هذيا. انا اليوم حاولت باش نشكي بثلاثه اولاد حبوا يدهموا علينا نهار السبت للدار. نحب نحكي لكم الحكايه من اعجز كذاب. به نهار السبت قاعدة أنا وأمي، روحت من الخدمة، قاعدة أنا وأمي وأخواتي وأختي الصغيرة، وأمي تشق في الفطر مع حكاية التسعة العشرة متاع الليل، واحد يدق علينا في الباب بالقوي، لا عنا معاه مشكلة، لا نعرفوه، لا درنا بيه، لا عنا معاه حتى أدنى مشكلة. دق الباب، تصور انتي بنات زوز بنات في الدار وامهم برك، لا خو لا عندي خوات اولاد باش يحاميو علينا، لا عندنا حتى حد في الدار، كان راسي وراس اخواتي. دخلوا خرجت اختي الصغيره قدام باب الدار، قالت شكون في الدار، شكون قدام، شكون يدق في الباب؟ قالها قول لامك تخرج لي بناتها. اختي دخلت تعيط وتصيح ما فاهمه حتى شيء، خرجت امي تحكي معاه، تلقاه واحد من ولاد جيراننا بعاد جاي وداهم علينا لهنا سكرات، مترصد انه بابا خرج من الخدمه، خارج للخدمه يخدم بالليل، وما عندنا حتى حد في الدار، كانوا سهرين في سهريه شربين، داهموا علينا لهنا للدار. واحد شاد سكينه ب 14 سكينه ب 14، وواحد شاد السبته، وحابين داهمين علينا قدام السور متاع الدار وطالعين الفوق، وبعد داهموا علينا بالحجر. واحد بركة من جيراننا اللي حاول كيفاش يشدوا باش ما يطلعش للدار، ينسمع فيك يعيط ويصيح ويقولوا اجروا، يعيط للاولاد اللي معاها يعملوا راهم كان بنات لهنا، وحدهم بهم يخدم بالليل، نايم علينا لهنا، واحد بسكينه واحد بالسكه. من بعد احنا كيكا قاعدين نعيط ونصيح ومانا فاهمين حتى شيء، يضرب بالحجر، والحجره ماهيش صغيره، حجره كبار على الاخر، جد الحجر على ايد امي. تصور امي الوحيده اللي قاعده تهبش علينا، واحنا زوز بنات كهو في الدار، عامله 5 عمليات على ساقيها، وعامله ويديها اللي صار مضروبه، وزاد تكمل كرمال الحجره جبت الضرب على يد اليمين، راس الدرع مكسوره، معناتها المراه ما عادش تنجم تتحرك، زاد ضربها السكر، وكل يوم واحنا على اعصابنا. قلنا اوكي نمشيو للمركز ونشكيو. على فكره ما عندنا معاهم حتى رابورتوات، لا عندنا معاهم حتى مشكله، ما حكينا مع حتى واحد فينا، ما نعرفوا حتى واحد فيهم، ما عندنا حتى علاقه بحتى واحد. نحب نحكي بالحق باش يوريو اللي في البلاد هذيا الصغيره اللي كيفنا ما عندهمش حق باش يتكلموا. نمشي اليوم للمركز على اساس باش نشكي، احنا شكينا ساعه، مشكينا وطلعوا له المركز، عطوه استدعاء باش يجي من غدوه، ما جاش السي سيد. انتوكا عملنا هكايا، قالت لي امي هزينا سيرتيفيكا، عطوها تسخير باش تمشي تعدي بلاش على ايديها، هزينا التسخير، عدت امورها مريقله. مشينا كلمها رئيس المركز، قالها باش تجي تجيب التسخيره نتاعك نتاع اللي عديت بها في السبيطار. هزينا التسخيره ومشينا للمركز، مشينا للمركز ولا محمد رسول الله مشينا للمركز ولا محمد رسول الله، وصلنا غادي للمركز، جينا نحكيو. تصور انت 6 متاع العشيه مشينا المركز باش نشكيو، واحد من زملائي انا ما نعرفهمش وما عنديش حتى فكره، وحياتي هذيا 27 سنه ما نعرف حتى واحد فيهم من المركز، حتى واحد، وعمري ما مشيت المركز ندخل له ابار باش نطلع بطاقه تعريف، ولا نعمل ولا باش نعمل بيتو ابار سام، عمري ما مشيت، وعمري ما ريت حتى منظر واحد فيهم. مشينا للمركز، جيت نحكي مع مولا المركز ولا يطرد فينا، جيت نحكي معاه قلت له بلا حق انت طردني، انا جيت مضروره باش نشكي، انت ما عندكش فكره اللي جايه والفجعه اللي تليناها لهنا في الدار وبنات وحدنا. قلت له تخيل روحك انك عندك بنات في الدار وداهموا عليهم ولاد، شنيا نجم يصير؟ قال لي يا تشكي يا حط اللي عندك شاهد باش يجي يشهد. قلت له انا عندي شاهد باش يجي يشهد، كي جاي الشاهد طردوه، مش تطردوه هكاك على خاطر سيسيات الجماعه عنده ولد عمو يخدم غادي في المركز. قال له حكايه فارغه برا مشي يروح، يعملنا حنايا سيادكم معايا الوالده مريضه ربي يعلم بحالها.
علينا للدار. انا نحب نوريكم حالة امي بالحق. راني تعبت نفساني تعب، وليت خارجة في الشارع خايف على روحي يا اخي. واحد ولا خايف على روحه. شوفوا لنا حل يا اخي، ما نخرجوا وما نتكلموا كما نشوفوا دمومات شرتلة. حرام عليكم. راه جاي اليوم نمشي للمركز ما ياخذليش حقي. ما انا شنيا نعمل انا في الدنيا هذه؟ انا شنيا نعمل هوني في تونس؟ انا شنيا نعمل لهنا؟ نحب نفهم انا شنيا علاش عايشه في تونس. خلينا نشوف فيها عندها فلان ولا عنده فلتان ولا يقف فيها فلان وفلتان. انا نحب نفهم اليوم انا وين نعيش. هذه الوحده بتاعي شو حالتها؟ شو كيف كسرها؟ ها؟ شوف يديها الاخرى باللاتين داهم علينا بالعصا. فرج ساقيها، فرجوا ساقيها بالعملية. ها؟ عليه الكل. خاطر يطول بنات وحدة. حسبي الله ونعم الوكيل وحقي ما ناخذ. حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم ماشي باش نشكيو على حقنا يطردونا من المركز. ما ناخذوش اللي نجم يصير فينا. ينجموا يقطعونا جماعة المركز وتروفوا يرمونا على خاطر ولد فلان وفلتين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكلكم عباد